مساء الخير عليكم يا أجمل جمهور. يوم مهم جدا لكل عشاق كرة القدم، الأهلي وشبيبة القبائل. الأهلي داخل بداية جديدة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومواجهة قوية قدام شبيبة القبائل الجزائري. الكل منتظر يشوف أول خطوة في مشوار اللقب اللي الأهلي ناوي يرجعه من جديد. فعلا يا مريم، المباراة دي مش مجرد افتتاح، دي بداية طريق. وكلنا عارفين إن الأهلي دايما بيحب يبدأ بقوة ويثبت وجوده من أول دقيقة، وجمهور استاد القاهرة بكرة هيكون داعم كبير. موعد المباراة: الأهلي وشبيبة القبائل، السبت الساعة 6 مساءً، استاد القاهرة الدولي، والنقل عبر BN Sports. التشكيل الأقرب لسيناريو المباراة: أولا نبدأ بالأهلي. حارس المرمى محمد الشناوي، الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا. الوسط أليو ديانج، مروان عطية، أحمد سيد زيزو. الهجوم أشرف بن شرقي، جراتيشار، طاهر محمد طاهر. أما تشكيل شبيبة القبائل المتوقع: حارس المرمى جايا مرباح، الدفاع بن عبدي، بهرة، هريدة، شرايطية. الوسط أكرم جحني، بن شريفة، بن خديجة. الهجوم دومبيا، بولحية، العريبي. لو الأهلي استغل الأطراف بشكل صحيح، خصوصا بن شرقي وطاهر، ممكن يفتح مساحات كبيرة في دفاع شبيبة القبائل ويضغطهم من بدري. أتفق معاك تماماً. المباراة محتاجة تركيز في وسط الملعب. ديانج ومروان لو سيطروا على الإيقاع، الأهلي هيقدر يمشي اللقاء بالطريقة اللي هو عايزها. وجمهور القاهرة دايماً بيكون كلمة السر. قولوا لنا توقعاتكم، تتوقعوا النتيجة كام؟ ومين نجم المباراة؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.